السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بسم الله ما شاء الله، المفارش اللي عاملاها على ايدي صنعة ايديا وحياة عينيا. والله العظيم دي صنعة انا صنعة ايدي، وده محمد طبعا هو اللي بيساعدني. بص المفرش جميل خالص وسهل وبسيط، ولا تكاليف ولا اي حاجة. بس طبعا انت لو حبيتوا تشتروه من بره تشتروه غالي. فتعالوا معايا الفيديو اوريكم ازاي عملناه، طريقة حلوة وحلو خالص وجميل وهيعجبكم. وأتمنى اللي أول مرة يشوف القناة ما ينسينيش باللايك والاشتراك في القناة. ده طبعا أنا بوريكم في أول الفيديو خالص، ده الكبير اللي أنا عملته، بس الصراحة أنا ما صورتوش. تمام، أنا هصور لكم معايا الصغير. ماشي، ده النوال ده أنا عاملاه ب15 جنيه. النوال خشب تسموه زي ما تسموه، أنا عاملاها ب15 جنيه. دي أول تكاليف خالص في أول البداية. تمام، فطبعا كل مفرش بياخد بكرتين. المفرش الصغير ده اللي قدامكم واخد 5، الكبير ده اللي من تحت اللي انا عاملاه من التسريحة من تحت. نظام التسريحة بتاعتي من تحت كده فاضي، ومن هنا ناحية ومن هنا ناحية. تمام لحيت كده. فانا عملت الكبير ده خد معايا 5 بكر. 5 بكر. البكرة الأول حاجة جبناها ب5، هي جبناها ب6، هكا جبناها ب7. أنا عن نفسي لسه جايباها ب8 جنيه البكرة. خد معايا 5 بكر بس كان رخيص يعني. يعني الكبير ده أنا جايبة 5 بكر ساعتها كان ب6 جنيه، وجيت جبنا تاني لقيته خفيف برضه وهو على الخشبة بتاعته. خدت جبت 2 تاني. تمام، فانا دلوقتي هعمل معاكم الكبير الصغير. انا دي عملت الكبير الصراحه كنت مصوراه بس ما نزلتوش، مش عارفه والله راح مني فين، لو لقيته ابقى انزله لكم. بس دي طبعا الوش ده ذهبي والوش ده ابيض. هي التسريحه بتاعتي انا لونها ذهبي، فانا حبيت اشكل، يعني مش معقوله يبقى ذهبي صافي ذهبي في ابيض. طبعا توسخ الحته الذهبي تنقل تحطي في الحته البيضه. وحلو ومشروع حلو طبعا، واللي عاوز يفتحه عادي يفتح مشروع حلو خالص وهيكسب. يعني هو مش هيكسب، هيكسب. يعني أنا الكبير ده لو أنا حبيت أشتريه من بره أشتريه ب50 جنيه. الكبير ده لو أنا حبيت أشتريه هشتريه على طول ب50 جنيه من بره. أمال الصغير أنا فعلا شفت واحدة قاعدة بيه، واحد أو واحدة بين مش عارفة قاعدة بيه في السوق وكده، فبقول بكام على الصغير؟ قال لي ب30 جنيه. فطبعا هي اللي ضربت في دماغي، وانا كنت عارفاه اصلا من ايام المدرسه. كنت بروح اقعد مع زمايلي في جسم التريكو وكده، عجبني الصراحه. هي طبعا بتيجي كده من الشركه زي ما هي معجوده، وهبتدي اعمل احوش 3 مسامير من هنا. طبعا انا عاملاه سنتي سنتي، قلت للراجل اعمله سنتي سنتي عشان اعرف اشتغل. طبعا هحوش 3 مسامير من الناحيه دي و3 مسامير الناحيه دي. ولازم تظبط ايدك، لازم تظبط ايدك. انا بقول لك دلوقتي سنتي وسنتي، يعني انا عاملاه سنتي وسنتي. فهنا هبص 3 مسامير بالظبط، 1 2 3 4، 4 مسامير. وهنا برضو 4 مسامير، في كل واحدة هنعمل 4 مسامير. وهي معجودة. وانا طبعا لما انا بصور بايد وبعمل بايد مش هعرف طبعا اوريكم ازاي يعني كده. بصوا، وهروح كده واجي كده، اروح كده واجي كده، داير مديور لحايد ويخلص معايا البكرتين. بس طبعا انا همشي معاكم خطوة بخطوة وهفهمكم كل حاجة، عشان ده يعني برضو زي شغل البيت عادي. هي طبعا ما دي حاجات. بصوا طبعا انا بعمل مسمار، يعني 3 مسامير بعمل مسمار واسيب مسمار، والتالت اللي انا اطلع وانزل فيه اطلع وانزل فيه.
لحد طبعا ما يخلصوا معايا خالص. واهم حاجة انك تشد الخيط جامد جدا جدا. دي اول لفة حوالين داير. دي اول لفة اللي انتوا شايفينها دي حوالين داير. طبعا البنات اللي عاوزة تتعلم، او الست البيت برضو اللي عاوزة تساعد برضو مفارش بيتها وكده. بص البقرة لسه برضو قاعدة. البقرة دي كانت كبيرة خالص الصراحة، ويعني خلصت لي يعني خلصت لي كتير يعني. طبعا انا لازم اخلي شوية زي كده منه. دول انا بربط فيهم، بعقد زي اي عقدة، زي اي عقدة، اي حاجة عادي بتعقديها. لسه طبعا هعمل الخيط الابيض. لسه هلف الابيض بعد ما خلصت. بصوا شايفين انا شادة ازاي الخيط، مش مرخي ولا شكله وحش ولا اي حاجة. والمربع فوق المربع، الدائرة فوق المربع فوق المربع، والدائرة فوق الدائرة زي ما قلت. هبتدي بقى زي ما ابتديت في الذهبي، هبتدي في الأبيض. الأبيض برضو كان جاي، أيوة هي البقرة بتاعته صغيرة بس يعني هي غزيرة. بس لو تلاحظوا عليها غزيرة غير السمن خالص أصلا. طبعا نظام والله إنك تسلي، إنك يعني تخلص اللي وراكي وتقعد تسلي كده. نظام ما تقعدي تمسكي سيرة الناس وجنة وعدنا وعدنا وجنة. لا لا لا، ما تغلبيش نفسك يا ست الكل. كله ذنوب وكله معاصي وكله هتتحسب عليه. لا، اقعدي شوفي بيتك عاوز ايه. اقعدي روجي ببيتك. اقعدي شوفي ايه اللي انت عاوزاه، ايه اللي فعلا اللي انت محتاجاه في بيتك. تقومي نظفي دلاب، طبقي دلاب، اعملي تسريحة، طبقيها، قصدي امسحيها، لمعيها، روجيها. خلي كده حياتك تبقى نظيفة، حياتك تبقى ريلاكس كده، تبقى حاجة حلوة. حتى لو دخلك ضياف ولا أي حاجة على غفلة، تبقى شقتك نظيفة كده، تبقى ريحتها حلوة. أهم حاجة تبقى ريحتها حلوة. وأهم حاجة طبعا إنك تعتر الهدوم. أهم حاجة إنك تخلي الهدوم حلوة ونظيفة. وآدي كده أنا بقى ابتديت اللي أنا أربط. أنا ومحمد الصراحة أنا ما أضحكش عليكم، أنا ما أقدرش أقعد الوقت كله ده مربع مربع، شلل شلل زي ما بيقولوا، اقعد اعمل كل ده. لا طبعا انا لازم طبعا حد يساعدني فيه الصراحة. ما اقدرش اللي انا اخلص كل ده لوحدي، ما اقدرش. طبعا انا هعمله غير الشكل بتاع الكبير. محمد صراحة شجعني اللي انا اعمله غير الكبير خالص. اهو كده خلصناه وربطناه. بس لقيت واحدة، بص وانا بصور لكم لقيت واحدة مفكوكة فما اتعملتش اصلا. فبص هو مربط حلو خالص وتابت. تابت يعني ما شاء الله عليه. حلو يعني مش وحش. وعمولته حلوة وتوفير وحلو مش. اه بص العقدة داير مديور ازاي، داير مديور يعني خلف امام خلف امام. ما بنبتدي من اول حاجة لازم تربط فيها من بره، عشان لو فلت من بره خلاص هيبقى كده باظ. طبعا كل الحبال دي اللي انتوا شايفينها وكل الخيوط كل ده هننضفه، مش هنخلي فيه اي حاجة. طبعا المقص كان متلم، واصلا الشغل اللي هنعمله ده مش هينفع فيه المقص نهائي. تيجي كده بنص الواحدة ونبتدي نقطعها.
طبعا المقص طايب فتخلي بالك. طبعا انا مسكت ناحية ومحمد ابني مسك ناحية. يدعوا له كده اللي ربنا يهديه يا رب ويصلح حاله. والله مغلبني جدا جدا. ربنا يهديه يا رب ويصلح حاله يا رب يا رب. ادعوا له. ادعوا له كده ان ربنا يهديه ويصلح حاله يا رب. هو بيحب يقضي، يحب يعمل، يحب يساعدني، بس شقي جدا جدا. شقي بمعنى كلمة شقي والله العظيم. فطبعا بوريكم ازاي بنقطعها. كله كده حوالين داير. بس تخلي بالكم عشان الحتة اللي تحت ما تتقطعش. لو اتقطعت الحتة اللي تحت هتبقى خلاص باظت. ولو اتقطعت خلاص يبقى كده اصلا المفرش كله باظ، مش هيبقى لي اي لازمة. اهو بصوا خلصت كله ورجعت معاكم عشان الوقت. ورغم من كده برضو الفيديو طويل وما كنتش ينفع اللي انا اقص منه ولا اي حاجة. طبعا ده بعد ما يتفرش وهيستعمل اللي احنا قطعناها دي حوالين دير المربع 4 نواحي. إيه طبعا هتبون على هيئة وردية. بس انا بخليها لكم فنشة على قد ما اخليها لكم وردية. طبعا وهيبقى شكله اشيك واحلى بعد ما يتفك خالص. هبص ولا اتفك ولا اتبهدل مني ولا اي حاجة. هي بتبقى الصراحة صنعة ايد. وبصوا بعد كده بنبتدي بعد ما خلصنا بنقلبه بالشكل ده. وبنبتدي نقطع بيه بتاع بعد ما عقدناها برضو 4 نواحي. بتعقدي جدا جدا. ما عقدتيش وفلت خلاص هيبقى باظ منك وخسارة. يجي على تعبك وتكاليفك. طبعا هنبتدي نفكه كده كله برضو بالمشرط او الموس اللي عندك عادي. انا عن نفسي اشتريت موس قسمته بالنص انا ومحمد وعملنا. محمد طبعا بيقول لكم صباح الخير. طبعا احنا مكناش بنعمل ده خالص غير في الصبح. يعني كنا بنبقى فاضيين في الصبح الصراحة. امال باقي النهار اخواته بقى بيجوا من المدرسة وكده. هو محمد المدرسة بتاعته مساء بيروح بعد الظهر. لما بيروح بعد الظهر بيحب يقعد معايا في الصبح وبيساعدني كده يعني. فطبعا ادينا زي ما انتم شايفين بيساعدني وربنا يصلح حاله يا رب ويهديه ويبعد عنه ولاد الحرام يا رب. طبعا عاوزة يا ريت كل اللي يشوف والله يدعي له كده ربنا يبعد عنه ولاد الحرام. ولو مفيش حد سايبه في حاله رغم ما هو شقي. شقي جدا جدا ويغلط وكده. بس برضه مفيش حد سايبه في حاله والله العظيم. وطبعا وأتمنى طبعا اللي وصلت معايا لحد هنا وعجبها الفيديو طبعا ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. طبعا نفسي نفسي ومنة حياتي القناة بتاعتي دي تكبر زي القنوات التانية أو تنفع زي القنوات التانية. بس الحمد لله المشاهدات بتاعتها قليلة خالص والساعات بتاعتها قليلة. فالحمد لله الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله طبعا على كل حال. فطبعا هو ده كان شغل النهاردة. ايه هو ده الروتين بتاع النهاردة اللي عملته. بس الصراحة يعني كنا بنشتغل. إيه ده الصغير ده خلصناه واحنا قاعدين في يوم. في يوم خلصناه هو شوية وانا شوية خلصناه. تصور الابيض طلع احلى. يلا السلام عليكم.